السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين نعمل لكم الجبنه الكيري. زي ما انتم شايفين المقادير معانا قشطه، حطينا منهم معلقتين، معانا 6 جبنه مكعبات، نص كوبايه زيت، 4 معالق خل، ومعانا طبعا الزبده. المقادير 4 معالق دقيق، 4 معالق نشا، اسمها ايه، معلقه لبن باودر، ومعلقه سكر، ومعلقه ملح. بس كده. اول حاجه نزلنا بالزبده وبعديها اللبن، نزلنا بقى كل المقادير اللي معانا كلها، نزلناها كله. نزلنا باللبن، لازم اهم حاجه كيلو لبن، ده انا نسيت اقوله، كيلو لبن. تمام، هنحط كله. تمام، وبعدين نمسك المقادير اللي هي كل حاجه اللي انا قلتها في اول الفيديو. تمام، هننزلها فين؟ في الخلاط. نخلط بقى، نقعد نخلط، بس نستنى شويه. هننزل الزيت والخل. تمام، هنزل كله بقى. تمام، كل اللي قلنا عليه ننزله في الشفشق. تمام، زي ما انتم شايفين دلوقتي نزلنا بالحاجه. دلوقتي قربنا خلصنا. تمام، نزلنا بقى بايه؟ بالمكعبات الجبنه الكيري زي ما انتم شايفين اهي. ونزلنا بقى ايه؟ بنص كوبايه الايه، الزيت ده بيديه كده قوام عالمي. وبعد بقى ما نخلص بقى ونخلط وكل حاجة، وهو هنا بيخلط. تمام، ننزل بيه على الحلة، نولع، نسخن الحلة. تمام، ونقعد نقلب 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 لغاية ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وتروح حطه في القالب واركنه في التلاجة. سيبه بقى في التلاجة 1 2 3. هذا هو القوام الأخير زي ما انتم شايفين، واحنا اهو بنصوره. فانشاء الله يكونوا اشتركوا على كومنت. باي، استنوا حلقة جديدة.